حبايبي وحشتوني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض فطاير ال10 دقايق. ايه ده؟ انتي قلتي 10 دقايق، والله ما في غيرها 10 دقايق. هنعمل القمر والجمال ده. حلو بقى هادئ، اي حشو تفضلوه في الفرن. وهنعمل فطاير مقلية منتهى اللذاذة. نخش على طريقة، وهي 3 كوبايات كبار من الدقيق، ومعلقتين سكر، ونص ملح ولبن وبيكنج باودر وبيضة وزيت زيتون او زيت نباتي. هنحط المكونات الجافة، الملح والسكر ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. يعني مفيش خميرة، مفيش أي مواد رافعة ولا أي افتكاسات. هنحط المكونات السايلة، البيضة ونص كوباية من الزيت النباتي أو لو زيت زيتون يفضل، وبعدين اللبن أنا حطيت هنا الكمية أو كمية الدقيق عندي خدت مني نص كوباية من اللبن الدافي. ولو عايزة عجينتك تكون ناجحة وممتازة، لبن دافي دايركت. عجنتها كويس ولزقت تلزيق بسيط معايا، مفيش مشكلة. هسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق. ايه ده، 5 دقايق بس؟ والله قلت فيهم الحشو بتاعي في خلال ال5 دقايق. رحت عملت الحشوة وطلعت العجين بتاعي وقطعته ل10 كور. حاولت اسوي بايدي قدر الامكان عشان اعملهم كور متساوية. عملت معايا 10 كور، وفردتها بالشكل ده في شوية دقيق. وحمرت الناجتس، وكان عندي ناجتس وكفتة حياتي في الفريزر. وحطيت بقى كاتشب وقطعتهم، وحطيت زيتون وموتزاريلا وقفلتها كويس. بصوا التقفيل يا جماعة، ركزوا في التقفيل كويس. يعني اي حاجة عندي، بطاطس بقى، جبن، ميكس جبن، اي حاجة انا ممكن احشي بيها ما وقفش، واقفلها كويس واسيبها على جنب. عملت كمان الحلو، ممكن اعمل شوكليت مع موز او مربى اي الولاد يحبوه. اقفلها كويس بالشوكة وبايدي كده اهو، واسيبها على جنب. عملت صفار بيضة و3 كوبايات 3 معالق من اللبن، وادهنها كويس على الوش زي ما انتوا شايفين. واحط بقى سمسم، احط حبة بركة، اي حاجة، وعلى نار عالية واحطها في الفرن. ودول مش هعمل لهم اي لا سمسم ولا اي حاجة خالص ولا بيض. شايفين قلتهم ازاي، اللون الذهبي الجميل ده، ونسيبها على جنب. بصوا حطيتها يعني غطيتها شوية وطلعتها. شايفين الطراوة والجمال؟ بصوا معايا، ولا شاربة زيت المقلية ولا بصوا. يعني طعم وريحة وخفة وقلة مجهود وقلة تعب. وبصوا هتقوموا دلوقتي دايركت تعملوها على طول يعني. بصوا اللي مش شاربة زيت وطيبة من جوه ومن بره، حاجة منتهى اللذاذة. يلا دعموني بقى، سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك حلو من عندك.